العربية ملتقى الثقافة بوابة التنمية المستدامة والسلام الشامل. فباسم هذا الملتقى يتشرف اتحاد المستثمرات العرب برعاية جامعة الدول العربية وبمشاركة لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد أن نتقدم لسعادة السفير المصري بكل الشكر والتقدير على كل الدعم والمساندة لدور المسؤولية الاجتماعية بالوطن العربي ودعم هذه العلاقات وخلق هذا الكيان المشترك أو الجسر المصري اللبناني بهذا الثقل والدعم المستمر اللي احنا بنلاقيه منه. فكل الشكر والتقدير اللي غادرونا، لكن احنا عندنا وفد متنوع جدا من الثقافه ومن الفن ومن الاقتصاد ومن مصريين في انشطه مختلفه. ده هو بالظبط انعكاس طبيعه العلاقات المصريه اللبنانيه اللي بتتميز بتنوع غير عادي. النهارده كان في الملتقى الاقتصادي في الكلمه بتاعتي كنت باكد على دي، انه ليست هناك يمكن علاقات عربيه بينيه مشابهه للعلاقات المصريه اللبنانيه، انها بتخلق ديناميه مختلفه ليها. التركيبه بتاعتها تاريخيا كان فيها ثقافه، لانه احنا طبعا نفتكر كلنا يوسف زيدان اللي بيسعدنا وجوده وبقامته الفكريه الكبيره، يعرف تماما دور المفكرين اللبنانيين والسوريين في النهضه العربيه الحديثه اللي نبعت في مصر في نهايه القرن ال19، لما شارك فنانون وممثلون وكتاب ومفكرون لبنانيون بدرجه كبيره جدا في النهضه العربيه الحديثه من نهايه القرن ال19، واستمروا هذا العطاء المستمر للتفاعل الفني والثقافي المصري اللبناني.